التفاني في العمل وفق أمر الله تعالى مع الإحسان والإتقان، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فالتصديق بالرؤيا إيمان صادق، والقيام بالفعل وفق أمر الله إحسان، فيتحقق في المحسن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وليس ببعيد على المؤمن المقتدي بنبي الله إبراهيم والمتأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون من المحسنين الشاكرين لأنعم الله المختلفة، وذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح اللذين هما شرطا الحياة الطيبة والسعادة الأبدية في الدنيا والدين والآخرة، وفي النفس ومع المجتمع وفي البيئة التي يعيش فيها. بارك الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إن من كرم الله تعالى على عباده أن أشركهم مع حجاج بيته الحرام في كثير من الطاعات في هذه الأيام، التي منها التكبير والذكر والدعاء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ومع نيابة عن أمتي، واستنى مولانا أمير المؤمنين حفظه الله بهديه، حيث أخبر حفظه الله أنه سيضحي هذه السنة عن نفسه ونيابة عن شعبه، نظرا لما تعيشه بلادنا من التقلبات المناخية الصعبة المفضية إلى غلاء الأسعار وقلة الماشية، وأخذا بمبدأ التيسير الذي كلام في الموقف العظيم سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى صحابته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة أجمعين، خصوصا الأنصار منهم والمهاجرين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم من وليته أمر عبادك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا مؤزرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه بحفظ كتابك، وأعد عليه أمثال هذه المناسبة وهو يرفل في حلل الصحة والعافية، وأقر عين جلالته بولي عهده المشمول بالعناية الربانية صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولانا الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولانا رشيد. وارحمنا ولنا السلطان، اللهم انصر وبارك في عمره، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم اصلح به البلاد والعباد، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال عيال ها
شو ماشي فينا مالك هات بس الجيت هذاك ليش ينعيط؟ يهديك يا صاحبي. لا شوف يا صاحبي راه التليفون كيف هاد التأثير كان داعي شي حاجة أخرى